أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل. هو احنا ليه بقينا بنخاف نفرح؟ عمرك كنت مبسوط جدا وفجأة حسيت انك لازم تهدى كده وما تفرحش قوي؟ يمكن حد قالك كلمة حلوة كنت محتاج تسمعها من زمان، أو لقيت نفسك أخيرا مرتاح في شغلك، أو صحيت الصبح والأول مرة من فترة طويلة حاسس إن الدنيا أخف. مفيش مشكلة مستنياك، ومفيش خبر وحش، ومفيش حاجة تقيلة على قلبك. لكن بدل ما تستمتع باللحظة دي تلاقي صوت جواك بيهمس: ما تفرحش قوي كده، استنى، أكيد في حاجة هتحصل. فتبتدي تدور بعينيك على أي علامة تقلقك، تفكر ما يمكن الشخص اللي بيحبك ده يغير رأيه، أو الشغل ممكن يقف، أو الهدوء ده مجرد الهدوء اللي بيجي قبل العاصفة. الغريب إنك مش بتفكر كده بإرادتك، الإحساس ده بيجي لوحده كأنه رد فعل اتزرع جواك من غير ما تاخد بالك، وكأن الفرح بقى حاجة مقلقة. يمكن وانت صغير كنت بتفرح من غير حساب، تضحك من قلبك وتعيش اللحظة من غير ما تسأل هي هتقعد قد ايه. لكن مع السنين وبعد كام وقعة وإحباط وخذلان، وبعد كام مرة اتكسرت فيها بعد ما كنت مطمن، بدأت علاقتك بالفرح تتغير. بقيت كل ما تلمس السعادة تمد ايدك بسرعة وترجعها مكانها، مش لأنك مش عايز تفرح، لكن لأنك خايف تتعلق بحاجة وتضيع، خايف تطمن فتتفاجئ، خايف الحياة تكون بترفعك دلوقتي علشان توقعك على جذور رقبتك بعد شوية. والأول مرة يمكن نسأل نفسنا السؤال ده بشكل تاني: إحنا ليه بقينا بنعامل الفرح كأنه إنذار بدل ما يكون راحة؟ يمكن لأن الحقيقة المؤلمة إن في وقت ما الحياة علمتنا إن بعد لحظات كتير جميلة كان بيجي وجع كبير، ومن ساعتها من غير ما نحس بدأ قلبنا يفتكر إن الفرح ده مش بداية الأمان، لكن بداية الخوف. الغريب إن عقلنا مش بيحاول يخلينا مبسوطين قد ما بيحاول يخلينا في أمان، ودي حاجة فينا كلنا. لما الإنسان بيمر بتجربة هزته من جوه، عقله بيبدأ يغير طريقته في التعامل مع العالم. بدل ما يبص للحياة على إنها مكان ممكن يبقى مليان مفاجآت حلوة، بيبدأ يتعامل معاها كأنها امتحان لازم يفضل مصحصح له طول الوقت. وعشان كده ناس كتير بتحس إن الحياة طبيعية وهي متوترة، لكن ما تعرفش ترتاح وهي مبسوطة، لأن التوتر بقى بالنسبة لها شعور مألوف، أما الهدوء فبقى غريب. ولما أي حاجة حلوة بتحصل بتبقى غريبة، العقل بيحاول يفسرها، يسأل هو ليه كل حاجة ماشية كويس؟ أكيد في حاجة أنا مش شايفها. وده مش ضعف ولا قلة إيمان ولا تشاؤم، دي مجرد محاولة مستمرة من العقل إنه يسبق الألم بخطوة، كأنه بيقول لو توقعت الأسوأ مش هتفاجئ بيه. لكن اللي العقل بينساه إنك لما بتبقى مستعد دايما للخطر ده له تمن، لأنك طول الوقت واقف على طراطيف صوابعك مستني الباب يخبط أو التليفون يرن أو حد يقول كلمة تغير كل حاجة. ومع الوقت للأسف بتبطل تعيش اللحظة زي ما هي، بتعيشها وانت بتراقبها كأنك ضيف مش صاحب مكان، بتستمتع لكن بحذر، وبتضحك لكن وانت مستني الضحكة تخلص. يمكن عشان كده المشكلة عمرها ما كانت ان الفرح قليل، المشكلة اننا بقينا نفرح واحنا لابسين درع، مش علشان الفرح مؤذي، لكن لان جزء جوانا لسه فاكر ان الأمان ده مؤقت، وإن الحذر هو الطريقة الوحيدة إننا ما نتوجعش. الفكرة إن الخوف من الفرح مش بيسرق مننا لحظة واحدة، هو بيسرق الطريقة اللي بنعيش بيها حياتنا كلها. بنبقى موجودين في اللحظة لكن مش عايشينها فعلا. تلاقي حد أخيرا قابل إنسان يريحه، والعلاقة ماشية بهدوء والكلام بينهم بسيط وصادق، لكن بدل ما يسيب قلبه يقرب يفضل سايب مسافة صغيرة كده بينه وبين الطرف التاني، مش لأنه مش بيحبه، لكن لأنه مقتنع أنه لما هيتعلق بيه دي هتبقى بداية الخسارة.
وحد تاني جات اللحظة اللي حقق فيها حلم فضل سنين يجري وراه، وأول يوم يفرح فيه تلاقيه بيفكر في الخطوة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، وكأن عقله مش سامح له يقف دقيقة واحدة يقول فيها أنا مبسوط. وفي ناس أول ما حياتهم تبدأ كده تهدى وكل حاجة تبقى ماشية كويس يبدأوا يدوروا على مشكلة يشغلوا نفسهم بيها، لأن الهدوء نفسه بقى يحسسهم بعدم الأمان. اتعودوا إن هم يجروا طول الوقت، فبقوا يحسوا إن شوية هدوء وراحة معناها إن في حاجة غلط. حتى في التفاصيل الصغيرة الإحساس ده بيبان. تخلص يوم جميل فتقول لنفسك يا رب يكمل على خير، تضحك جامد من قلبك تقول اللهم اجعله خير، تيجي تسافر مكان كان نفسك تروحه من سنين لكن جزء من عقلك مشغول بكل الاحتمالات اللي ممكن تبوظ الرحلة دي، تسمع خبر يفرح فبدل ما تفرح تتردد وتقول استنى لسه في حاجة مستخبية. ومع الوقت بننسى ان الفرح مش وعد ان هو هيستمر للأبد، هو مجرد لحظة كان مفروض نعيشها وهي موجودة. يمكن الحياة عمرها ما طلبت مننا اننا نضمن بكرة، هي طلبت مننا حاجة أبسط من كده بكتير، إننا لما يجي يوم خفيف على القلب ما نقضيهوش وإحنا مستنيين اليوم التقيل، لأن الأيام التقيلة هتيجي في وقتها لوحدها، هي مش مستنية عزومة يعني. لكن الأيام الحلوة لو ما عشناهاش وهي بين إيدينا مش هترجع تاني. وأكتر حاجة الحياة بتحاول تعلمها لنا إن مفيش حد يقدر يضمن بكرة، مهما خططنا أو حسبنا أو حاولنا نمسك كل الخيوط بإيدينا، هيفضل دايما في جزء من الحياة خارج عن سيطرتنا. علشان كده احنا بنحاول نسيطر على الحاجة الوحيدة اللي نقدر عليها، بنسيطر على مشاعرنا، نقول لقلبنا بلاش تتعلق، بلاش تتحمس قوي كده، بلاش تفرح قوي علشان ما تزعلش جامد، كأننا فاكرين ان لو قللنا فرحتنا النهاردة هنخفف وجعنا بكرة. لكن الحقيقة المشاعر مش بتشتغل بالطريقة دي. القلب اللي بيتعلم يقفل الباب في وش الفرح مع الوقت بيقفل الباب في وش حاجات تانية كتير، بيقفل الباب في وش الامتنان وفي وش المفاجآت الحلوة وفي وش اللحظات الصغيرة اللي كانت قادرة تخفف عننا تعب أيام طويلة. ومتهيألي مع الوقت الشجاعة بيتغير معناها. وأنا صغيرة كنت فاكرة إن الشجاع ده هو اللي ما بيخافش من حاجة، لكن يمكن الشجاع فعلا هو اللي بيخاف لكن بالرغم من خوفه ده يفتح قلبه للحياة، اللي يشوف وردة فتفرحه من غير ما يفكر امتى هتدبل، واللي يضحك من قلبه من غير ما يحسب هو الضحكة دي هتكلفه ايه بعد كده، واللي يحبه وهو عارف ان كل علاقة في الدنيا ممكن تنتهي بالفراق. ويمكن للحظة تبان ان دي سذاجة، لكن انا بشوفها ان هي ثقة ان كل لحظة جميلة تستحق انها تتعيش كاملة حتى لو كانت قصيرة، لان قيمة اللحظات الحلوة مش في طولها لكن في اننا كنا حاضرين فعلا فيها. فلو الحياة النهاردة اديتك شوية هدوء أو حضن بجد أو خبر يفرح أو ابتسامة من شخص بتحبه، ما تقفش بعيد تتفرج عليها، لكن افتح قلبك وعيشها بكل حلاوتها من غير ما تفكر ايه اللي هيحصل بعد كده. لأن الحياة مش بتتقاس بعدد الأيام اللي عدت علينا لكن باللحظات اللي سمحنا فيها لنفسنا إننا نعيشها زي ما هي بحلوها وبمرها. ويمكن دي تكون الرسالة اللي الفرح بيحاول يقولها لنا طول الوقت، إنه مش وعد إن كل حاجة هتبقى كويسة، لكن هو بيفكرك كده على الهادي إن في وسط كل اللي مش مضمون ده إن لسه فيه لحظات تستحق إننا نفتح لها قلوبنا. ولو وصلت لحد هنا فأحب أشكرك عزيزي المستمع على وقتك اللي قضيته معايا. أشوفك في الرسالة الجاية. ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل.